حالكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. وصفتنا اليوم برياني الهندي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. عندنا تتبيلة الدجاج، عصير ليمونة، معلقة توم كبيرة، معلقة ملح كبيرة، معلقة نعناع مفروم، وفلفل أسود، ومعلقة هيل، مسالة، وكاري وكركم وزنجبيل، و4 ملاعق كبيرة زبادي. بنحط جميع البهارات اللي ذكرناهم، اللي هي بهارات المسالة، ونص الزنجبيل، نص معلقة الزنجبيل، وبهارات الكاري والكركم والهيل والفلفل الأسود والنعناع الناشف. ونحط نص معلقة الثوم ونحطهم على جنب، بدي استخدمهم بالوصفة الثانية. وعصير الليمونة. بنحرك المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها. بنجيب الدجاج بعد ما غسلناه بالليمون والخل والمية والملح، بنحطهم على الخليط وبنحرك حتى تتجانس جميع المكونات جوا الدجاج. كنت عاملة شرحات في كل دجاج حتى يتداخل جوا ويتجانس جوا الدجاج. نحطه بالثلاجة لمدة 2 ساعة على النار. نحط الطنجرة ونحط عليها نص كاسة زيت نباتي. كنت محضرة 4 بصلات، فرمتهم جوانح، حطيتهم على الزيت وبتركهم، بخلطهم، بحركهم وبتركهم حتى يتحمروا ويعطينا اللون البني. ما تخلوهم ينحروا عشان ما يغيروا طعم الأكل. بعد ما يتحمروا باخذ نص الكمية عشان استخدمها على الرز، وبخلي نص الكمية الثانية عشان نتبلها مع الدجاج. الصحيحة 2 حبات لومي، و2 نجمة ينسون، و2 ورقة غار، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة هيل. بالطنجرة اللي فيها البصل حطينا الثوم اللي خليناه والزنجبيل. مفروض زنجبيل طازج يكون، ولكن كان متوفر عندي البودر. بنحركهم مع بعض. بعدين بنحط الحبات البهارات الصحيحة، اللومي، وعيدين قرفة، ورقتين غار، وحبتين النجمة اليانسون والهيل، وملعقة كمون حب. بنحركهم لمدة 5 دقائق. نحط الدجاج عليه، بنحط جميع الدجاج عليه وجميع التتبيلة اللي كانت عنا، وبنحركهم مع بعض وبنخليها تغلي عنا مدة 5 دقائق حتى تتنكه من البهارات الحب. بضيف عليها حبة بندورة مقطعة صغير، وبتركها حتى تغلي معها. حطيت حبتين فلفل، المفروض حطيتهم على بهارات الحب. هون الرز عندي غسلته جيدا عدة مرات حتى خرج النشا منه. بعدين نقعته ماء ساخن لمدة نص ساعة. حضرت في الإناء ماء وملعقتين من زيت النباتي وملعقة ملح كبيرة. نترك الرز يغلي لمدة 4 دقائق، ثم نصفيه من المية نتركه جانبا. وعلى الدجاج نحط رشة نعناع ورشة كزبرة وشرحات البصل الجوانح المحمرة. نضع كمية قليلة من الرز اللي عنا ومنحركهم مع الدجاج
حتى جميع البهارات الموجودة في الدجاج من تحت تتحرك معها وتتنكه معها، ما تلزق في قاع الإناء. بنرش كمان مرة تانية النعناع والكزبرة والبصل وطبقة من الرز، وهكذا حتى تنتهي عندي جميع الكمية اللي عندي من الرز والبصل. الوجه برشة نعناع، رشة كزبرة والبصل ومنقوع الزعفران، بنرشه على الوجه ومنغطيه. وهيك عنا الرز صار متناثر عندي وحبته ما أحلاها. وهيك عندي الوصفة انتهت، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. هيك حضرت الصدر من البريان الهندي، إن شاء الله يكون عجبتكم، وصحتين وعافية عوافي.